Good morning. النهارده هنعمل حاجة كويسة، النهارده هنعمل فيديو كويس جدا جدا عشان انا متحمسه له من اول الاسبوع، عشان في حاجات كتير قوي مهمه ورايا النهارده ولازم اعملها. وانا دلوقتي بفطر بسرعه جدا لان انا مستعجله، المفروض انزل على الجيم على طول، وبعد الجيم بقى هنروح اماكن كتير وهنروح معارض وهنروح الكليه وهنروح حاجات كتير. اشوفكوا تحت. خلصت دلوقتي هلبس، المفروض ان انا هلبس ده جديد اول لابسه يعني. ف هلبس واوريكم. جيت دلوقتي الكليه. بصوا، هو انا المفروض خلصت الجيم وجيت على الكليه على طول، بس انا مش بعرف اصور في الكليه نوعا ما يعني، علشان بحس اللي هو مش عايزه حد يعرف ان انا عندي يوتيوب بقى وكده، بتكسف الصراحه. وفي نفس الوقت كمان في الجيم نفس الكلام، ما بعرفش اصور خالص في الجيم، مع ان بقى انا عملت سيرش كتير جدا جدا عن هاو تو ميك ا بروفيشنال بقى فلوج والجو ده ولحد دلوقتي انا مش شايفه اي نوع من انواع البروفيشنال في الموضوع، حاسه الموضوع راندم قوي. مفيش حاجه مهمه قوي في الكليه، انا رايحه علشان اصور ورق من اللوكر بتاعي هناك، وبعد كده المفروض في معارض مهمه جدا اتفتحت، صحابي موجودين فيها ومشتركين فيها وكده والدكتورز، وهروح المفروض برضو الأوبرا ووسط البلد وكذا مكان النهارده مهمين. ف هنحاول نعمل بكل الكونتنت ده بروفيشنال فلوج. فدلوقتي انا رايحه الكليه، لو عرفت اصور لكم الاتيليه والجو جوه وكده هصور. دي تربيه موسيقيه، الزمالك فيها 3 كليات مهمه، تربيه فنيه وتربيه موسيقيه وفنون جميله. يا رب ما يكونش في حد، مفيش حد. عايزاكم تشوفوا المكان ده، المفروض اتيليه سنه ثالثه، وده اكتر اتيليه انا بحبه. انا كنت على طول عندي لوكر هنا، بعد كده لما خلصت كليه بقى عندي لوكر في سنه رابعه علشان مع صاحبتي وكده، هي معيده هنا. ده المكان اللي انا كنت بحب اقعد فيه على طول، ده اللي هي الحته دي في اخر الاتيليه خالص عشان يكون بعيد عن كل الناس، والمكان اللي بحس اللي هو الكومفورت زون بتاعتي. مش عارفه، بس انا قضيت هنا فترة طويلة، وبعدين احنا كنا من الناس مثلا اللي هو احنا من الكليات اللي بنقعد فترات طويلة جدا جدا في الاتيليه، يعني احنا ممكن نبص في الاتيليه ده كله بجد كنا نقعد فيه بتاع 6-7 ساعات، وامتحاناتنا اصلا من 6 ل8 ساعات. هنا وانتوا اكيد سامعين في الاتيليه التاني في اغاني، يعني احنا كنا على طول بقى بنفتح اغاني في الصب وكده ونقعد بقى. انا مفتقده الموضوع ده جدا في الماستر. المفروض ده بقى جزء من الرسالة بتاعتي، بس انا محتاجه اصور فيها شويه حاجات. بصوا احنا قصادنا وقت شويه، فانا عايزه اقول لكم بقى انا ليه بحب اتيليه سنه ثالثه، غير ان هو منور اكتر. سيبكم ان انا قاعده في مكان ضلمه، بس انا عشان قاعده في الاخر خالص، بس هو منور جدا اكتر من سنه رابعه. بلس بقى ان الاتيليه ده انا كنت بدات اتغير فيه، يعني بدات اثق في نفسي اكتر، بدات احب نفسي اكتر، بدات البس احسن وبدات اهتم باللبس. طبعا لو انا جيت قارنت اللبس اكيد زمان بلبس دلوقتي، لا طبعا دلوقتي احسن بكتير، وكانت اول فتره بدات اتغير فيها. فانا عشان كده بحب عموما سنه ثالثه اكتر سنه في سنين كليتي كلها. في حاجه مهمه، اي حد في فنون جميله هيقول لكم عليها، انتوا بتيجوا الكليه دي ناس وبتخرجوا ناس تانية تماما. شخصيتكم بتتغير، شكلكم بيتغير، طريقتكم بتتغير، تفكيركم بيتغير، نظرتكم للحياه بتتغير، كل حاجه حرفيا بتتغير لما تيجوا تدخلوا الكليه دي. بصوا شايفين الناس اللي بتلعب بينج هناك دي؟ ده بقى المفروض ظهر الكلية. بصوا المكان ده جوه، ده ظهر الكلية. هنا كنا بنعمل كل أعياد الميلاد المفاجأة اللي طبعا ولا مرة حد عبرني فيها عارفين انتوا نوعية الناس اللي هو بيحضروا أعياد ميلاد كل الناس، ولما يجي عيد ميلادي مش عارفة كانوا بينسوني ولا ده ايه. طيب بس حتى في الزمالك لو لاحظتوا هتلاقوا فيه بيكيا، عشان ايه؟ مش وانا بصور لوحدي في البيت، بس عشان الموضوع ده بيستفزني قوي. بس عندنا بقى عمو بتاع البيكيا ده بيجي الساعه 10 بالظبط. في معرض المفروض دلوقتي في مكان، انا طبعا مش هقول اسم المكان، بس انا بكره
الحد اللي عامل المعرض ده، مش هقول هو بنت ولا ولد خالص، مش هقول، بس انا بكرههم، فانا مش عارفه اروح المعرض ده ولا لا. فانا لسه بعيده عن المكان شويه، بس لما هقرر يعني هتعرفوا. بصوا احلى حاجه في الزمالك الشجر والبيوت القديمه. بصوا البيت قديم قوي ازاي، تحس ان هو طالع من فيلم قديم. الشارع ده بقى كله براندز مهمة جدا، بس الناس اللي هي عارفين اللي هو بقى مهرجانات السينما وكده اللي بيلبسوا من عندهم كده، فالشارع ده كله اصلا براندز مهمة. هنا في البراند بتاع عزة فهمي اللي هي بتاعت الاكسسوارز، وهنا بقى هتلاقوا فيه حاجات سينيه وحاجات كده، الحاجات الغالية قوي دي اللي ب100 مليون جنيه تقريبا. انا اول ما كنت بعمل فيديوز خالص كنت بحب قوي قوي اروح لكل الناس اقول لهم ان انا بعمل فيديوز بقى وكده. دلوقتي انا مش بحب كده، ومش بحب حد يعرف ان انا بعمل فيديوز، عشان كده انا مش بصور في الاماكن اللي انا بتعامل فيها كل يوم خالص. مش بحب يعرفوا الموضوع ده، منه جزء الصراحة عشان انا بتكسف، وجزء التاني علشان محدش بيتفهم قوي الموضوع ده، او صعب قوي في الحياة العادية الناس تتفهم ده، ان انتوا بتصوروا مثلا علشان انتوا بتحبوا تصوروا، مش علشان حاجة تانية، مش علشان عايزين بقى شهرة وفلوس والجو ده. انتوا اكيد سامعين ويجز هنا، بس ده عادي في الشوارع هنا. بجد اعتقد دي مدرسة اللي مفتوح فيها ويجز. انا فاكرة وانا في المدرسة لو كنت بطلع الموبايل بس كانوا بياخدوا مننا الموبايل او يقولوا لنا شيلوه ما تطلعهوش. دلوقتي اللي هو الموضوع بقى فري قوي. يا ريتني كنت في الزمن ده بجد في المدرسة. بصوا دلوقتي ده جاليري الزمالك، في معرض هنا وانا هدخله، هو ليه قاعة هنا وقاعة هنا، انا هدخل دي الاول. المعرض ده كان من احلى المعارض اللي انا رحتها، عشان كده خدت الورق بتاعه. الفنان اسمه سام شاندي، بجد المعرض حلو قوي. وانا بما اني في الشارع دلوقتي بتاع المعرض اللي انا ما كنتش عايزه اروحه في الاول، فانا قررت انا مش هروحه. بس انا حاسه ان انا بعد المعرض ده هكون تعبت، يعني انا حاسه ان انا تعبت من دلوقتي، فاعتقد ان انا هأجر سكوتر. ممكن تقولوا لي ان انا بعرف اعمل فلوج، علشان بجد الموضوع صعب قوي. بصوا دي لوحه عجباني قوي، ما فيهاش حاجه، بس طريقه التلوين عموما حلوه قوي. بصوا يعني فيها حريه اكبر من ان انتوا بقى تقعدوا تركزوا مثلا في تفاصيل الوش او الحاجات دي. بس انا الحاجه الوحيده اللي مش عجباني هنا هي الارضيه، حاسه ان هي برايت قوي، مش تمام. الفيجرز اللي هم الناس دول غامقين وعاملين كونتراست، بس مش عارفه، حاسه مش مرتاحه للالوان القويه دي. جماعه بصوا ده دكتور محمد خالد، بجد من اشطر الدكتورز الموجودين عندنا في الكليه. لسه مخلصه الرايد دلوقتي حالا، وبصوا دي احلى حاجه انا عملتها في حياتي. انا كده جيت من الزمالك لحد الاوبرا في السكوتر، وبجد الموضوع في الاول طبعا وحش، يعني انا اتعورت تقريبا او انا وقعت او مش عارفه،
بس بجد بعد كده تحفه. انا محتاجه دلوقتي اكل اي حاجه بسرعه، حاسه هموت. في كشك السوق، المكان ده تبع نقابه الفنون التشكيليه، وهنا مش عارفه تشوفهم ولا لا، بس في مجموعه كده من بشر هناك، دول دكتورز بتوعي. كان في بقى وانا بصور اللقطه اللي قبل دي على طول كان في دكتور واقف في وشي وانا ما خدتش بالي، بس اللي هو عادي يعني، هو اكيد مش عارف كل الناس يعني، بس برضو احساس غريب لما تشوفوا في مكان بعيد عن الكليه الدكتورز بتوعكم، بس هو عشان هنا النقابه بس فالدكتورز موجودين. ومش عارفه تقريبا في حفله ولا ده ايه، مش عارفه. بصوا ده متحف الفن الحديث، وده المكان المسرح بتاع مهرجان القاهره. ساعات على فكرة بنيجي، كان في مرة معرض ده بتاع صالون الشباب كان موجود، وفي نفس الوقت كان في هنا المهرجان، فاحنا كنا جايين بقى ولو داخلين على اساس الصالون وكده، بس شفنا طبعا كان في حفلة عمر خيرت قريب هنا، واحنا قعدنا في النقابة علشان نتفرج على الحفلة. في فوائد ان انتوا تكونوا فنون جميلة غير ان انتوا بتعرفوا ترسموا بس. وده عمو الحاج عبد الوهاب. عمو الحاج ايه بس، مفيش حد بجد بيفهم في الفن يقول كده، بس ده عبد الوهاب. وهنا في ام كلثوم تقريبا قدام. انا لو دخلت المعرض كده وانا مش واكله، انا هطنش المعرض ده بجد، هقعد اتفرج كده عليه اي كلام، وانا محتاجه اتفرج عليه بضمير، علشان في صحابي موجودين في المعرض ده، او هم يعني مشتركين في المعرض ده. فهقعد دلوقتي اكل عشان ما اكلتش، هقعد طولي. انا طول حياتي كان نفسي ادرس في الاوبرا جدا جدا، ولما بدات اجي الاوبرا عشان كده كده جوه كليتي، حسيت اللي هو ربنا حقق لي حلمي. انا بعشق حاجه اسمها موسيقى، لو حد سالني موسيقى ولا رسم، وش موسيقى. انا فنون جميله وبحب كليتي بس بحب الموسيقى اكتر من الرسم، وبقدرها وبفهمها وبحبها، رغم اني مش درساها دراسه كويسه، طبعا عارفه فيها شويه حاجات، بس بحب الموسيقى اكتر من الرسم. انا ليه قلت لكم ما ينفعش اعمل اي فيديوز جيم او كده، علشان نفترض ان حد بالصدفه قرر ان هو يشوف بقى الفيديوز بتاعتي، يكتشف ان انا بشرب بيبسي كولا. وتبع كليتي بقى كمان جينا حضرنا عرض اوبرا اللي هو بيغنوا كده، بس هو بجد تحفه، من احلى الحاجات اللي انا حضرتها في حياتي. اول مره جيت الاوبرا حصل موقف بكرهه قوي، وكل ما بفتكره بكتشف قد ايه انا كنت مش عارفين انتوا شلة الصحاب اللي هو واخدينكم معاهم وفي نفس الوقت انتوا مش معاهم. انا كنت من الشخصية دي. بصوا اثار اللعب. حتى صوتي باظ، والبنطلون باظ والكوتشي باظ بس يعني بجد فدا اللعب، مش مهم. معرض مقفول، هيفتح الساعة 4، فانا مضطرة اقعد هنا تقريبا نص ساعة. عايزة اروح يعني وسط البلد ايه بقى، لا خلاص ما فيش صحة بجد. انا في حاجة مش قادرة افهمها، هو ليه في الاوبرا في ريحة صلصة كشري بجد هو ايه علاقة الاوبرا بابو طارق؟ هو الاوبرا فتحت على ابو طارق، ابو طارق لسه قدام، بجد ريحة صلصة كشري. دلوقتي الساعة 5 كده، خلاص. thank you for watching، وبجد اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وباي باي.